يا أهلا وسهلا فيكم. بعد ما انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة الافتتاح، والمرحلة الثانية وهي مرحلة أواسط اللعب، في هذا المقطع راح يكون المقطع الأول في المرحلة الثالثة وهي مرحلة أواخر اللعب. راح ناخذ في هذا المقطع أساس من أسس الدامة وهو الدقة، واللي راح أكشف لكم سر من أسرار الدامة، وهذا السر ما يعرفه إلا المتمرسين في لعبة الدامة. شوفوا معاي. طبعا من البديهي اللي يقطع تكون المبادرة عند خصمه، المبادرة عند الخصم، والعكس بالعكس، إذا قطع الأسود تكون المبادرة للأصفر. تبدأ الدقة مع أول نقلة ولا يكون لها خطر حقيقي إلا في نهايات اللعب، لما تكون عدد البيادق 7 ب7 إلى 3 ب3، وتبرز مكامنها بعد مبادلة القطع. يعني مثلا هالشكل هذا صار قطع، إذا ساق فوق تربطه. ليش؟ لأن بعد هذا القطع راح تكون النقلة عنده، النقلة عند الأسود، يعني الدقة عند الأسود. على أساس ما يتربط الأسود من الأساس ما ينقل هالنقلة، يبتعد عن القطع. طبعا هذا في المجال العملي. أما في المجال النظري فعند تواجد أعداد من البيادق متساوية ومتقابلة، يعني مثلا وتفصلهم مسافة واحدة على الرقعة، تكون الدقة إلى جانب العدد المفرد عندما يكون دوره في النقل. ما دام عدد فردي والأحجار على مسافة واحدة والنقل للأصفر نقل لك، فتكون الدقة للأصفر. أما إذا كان العدد زوجي والنقلة لك، تكون الدقة إلى جانب خصمك. وليست خسارة الدقة تعني الهزيمة، الدفاع الجيد والمناورة البارعة يحتمان التعادل. وأما إذا كانت عندك الدقة وجازفت راح يتحول هذا التعادل إلى خسارة. شوفوا معي هذه الوضعية. إذا كانت مبادرة للأصفر مثلا ينقل هالأسود هالنقلة، الأصفر ينقل هالنقلة. بعد نقلة الأصفر يتضح لنا أن الدقة واضحة إلى جانبه. بعد هذه النقلة من الخصم تبين لنا أن الدقة إلى جانب الأسود. شوفوا معي هذه الوضعية. إذا نقل الأصفر هذه النقلة ولعبها الأسود هذه النقلة، النقلة هذه جعلت الأسود في وضع صعب. ليش بالحالة؟ مثلا قال لك إيش ما عنده إلا ينقل هالنقلة، راح يسوق عليه. بالحالة يستسلم الأسود لعدم إمكانية الصمود. خلينا نشوف الخيار الثاني. قال لك إيش؟ 2 يسوق عليه. الحالة ينقل الأسود النقلة، يقول لك إيش يسوق الأسود، دامه
دامة. راح يدق الشيخ هني، مجبور يدق هني مثلا، لأن إذا دق هني 2 ب3 راح يصير عند الأصفر شيخ وحجر مقابل شيخ، فيدق هني مثلا. بهالحالة يعطيه 1 و2. وياخذ الشوط. نشوف هذا الخيار، إذا فتح رد قال له كش 2، طبعا راح يركب على 1، ياكل 2، تاكل 1، ساق فوق، يقول دامة. الحالة ما يقدر يقول دامة، راح يجاب له وياخذ شيخه، مثلا يلعب هني، راح يدق عليهم هني. إن قال دامة عطاه 1 واخذ الحطب، إن ساق فوق نفس الشيء. من الوضعيات المهمة التي تحصل في اللعب قال لك ايش؟ كش، قول دامه، يطلب منه كش 3، مجبور يسوق، يقول له اكل 1 ويرجع بشيخه وياخذ الحطب. خيار ثاني، الدامة، كش، قص معاه، راح يقول لك ايش؟ 2، مجبور يوخر، يقول له بعد كش 2، راح يسوق فوق، كش، طبعا ما يكش هذه، ما منها فايدة، كش هذه على أساس من يفتح يكش، إجباري ياخذ 1. الحالة يسوق ويسوق بعد، يقول لك كش وقفله بالدرب. بعد هذه النقلة ينهار وضع الأسود، وفي النهاية ليس أمام الأسود إلا الاستسلام. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع. هذا التحليل من كتاب الحاج محمد علي الداعوق. نلقاكم بإذن الله في الجزء الثاني من لعب الدقة. مع السلامة.